ازيك يا عزيزي، عامل ايه؟ يلا نبدأ الحلقة. اهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة من برنامج فليكس مشروبك الجميل، ويلا بينا على المستشفى فرع الحمى الشوكية. ايه اللي انا بقوله ده؟ النهاردة هكلمك يا عزيزي عن مرض خطير جدا، وهو تحت مسمى الحمى الشوكية. والمرض ده شغال زي الجاسوس، بيهاجم المخ والنخاع الشوكي. لو ما لحقتوش بسرعة ممكن تتأذي جامد. يعني ببساطة دماغك فيه شيء بيحاول يخترقها من غير ما تحس، ولو اتأخرت في العلاج وده اللي بيخلي الموضوع خطر. خليني افهمك ان الحمى الشوكية او التهاب السحايا، وهي التهاب الاغشية اللي بتحمي المخ والحبل الشوكي، ودي بيسميها الطب السحايا، يعني زي الغلاف الواقي على المخ. ولو الغلاف ده حصل له حاجة او اتأثر، المخ هتلاقيه بيلولو اهياني وبيحصل تورم، وبيصاحب التورم ده باقي الاعراض الاخطر، زي انه ممكن يكون ان الاعراض ممكن تكون فيروس خفيف غالبا او بكتيريا، والحالة دي بتكون خطيرة وبتكون محتاجة علاج سريع. بص يا عزيزي، الأعراض هتلاقيها كالآتي: صداع جامد جدا، وحرارة عالية فجأة، وحساسية من الضوء، وطفح جلدي. بس الطفح الجلدي ده بيكون أحيانا مش على طول يعني عامة. خد بالك يا عزيزي إن الأطفال ممكن يظهر عليهم أعراض مختلفة، زي ضعف الأكل أو عياط غريب هستيري. بص يا عزيزي، غالبا العدوى بتيجي من خلال العطس ومشاركة أدوات الأكل والشرب مع الغير، ده غير الاحتكاك القريب مع ناس عندهم المرض ده أو البكتيريا. والبطل في هذه القصة، رحبوا معايا بالجهاز المناعي. ازيك يا فندم، عامل ايه حبيبي؟ تسلم. الجهاز المناعي يا صديقي لو ضعيف، المرض هيتملك من جسم المريض بكل سهولة، وكان من غير بواب. هي جينا المرحلة الأهم: ازاي تحمي نفسك. خليني اقول لك اول حاجة: التطعيم واللقاحات بتمنع انواع كتير من الحمى الشوكية. تاني حاجة: اغسل ايدك كويس. ايه اللي انا بقوله؟ وما تنساش ان انت تغطي بقك ومناخيرك لما انت تيجي تكح او تعطس. ما تبقاش ماشي في الشارع بتوزع على اللي رايح واللي جاي عطس وكحة. ليه برفان؟ ليه هو مال سايب؟ منكم لله يا اللي بتكحوا من غير مناديل، منكم لله يا اللي بتعطسوا برضو من غير مناديل. حسابكم في الاخر. وما تشاركش ادواتك مع حد، مش بلوتوث هو. الو يا فوزي، معلش كنت بستأذنك في معلقة ما عنديش معالق. بس كده، عينيا الاتنين، افتح البلوتوث ابعتلك المعلقة. طب لو اكتشفت ان هو عندك المرض، ايه اللي بيحصل والعلاج بيكون ايه؟ حضرتك يا فندم بتروح المستشفى وبياخدوا من حضرتك عينة قد كده اهو من السائل اللي موجود حوالين العمود الفقري ده. هو عمود فقري فعلا، او تحت مسمى بذل قطني لتحديد نوع البكتيريا. الف مبروك يا رجاله، عرفنا نحدد نوع البكتيريا. انا عظيم، انا دكتور عظيم والله. سجل فيها. واحب افكرك بقى ان انت ما عملتش لايك اصلا من الاساس، فينزل اعمل لايك عشان خاطر تشوف فيديوهات تاني، عشان انا تعبان الصراحه يعني. وبعد كده بيبداوا يحددوا للمريض كميات معينه من المضاد الحيوي على حسب المرض وصل لحد فين، وطبعا بتبقى عن طريق الوريد. اما لو كان فيروس فالجسم بيتولى هذه المعركه، والجسم بيتعامل معاه غالبا، بس لازم تتابع مع دكتور برضه. بص يا صديقي، طب لو اتأخرت ومعرفتش تلحق نفسك هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك كالآتي على حسب المصادر: تلف في الدماغ، فقدان السمع، مشاكل في التركيز والحركة، وفي الحالات القصوى بتسبب للوفاة. يعني المرض ده مش هزار، ده لازم ناخد بالنا منه كويس جدا. بس كده يا عزيزي، الحلقة خلصت. ما تنساش ان لو عجبتك الحلقة انت تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة. وما تنساش كمان ان انت ترجع وتشوف الفيديوهات القديمة وتقول لي رأيك في كومنت. قبل ما انسى، بيس، اما اروح اشوف المستشفى اللي انا فيها.